هاد الناس هادو اللي حضروا الاجتماع ومن الحزب ديال اخنوش خايفين على البلاد من اخنوش، وهذه راه فكره خطيره جدا. هذا التحقيق كيعني ان عزيز اخنوش هو الامر الناهي الان واليوم في حزب التجمع الوطني الاحرار، وان شوقي مجرد واجهه لهذا العزيز، لان رئيس الحكومه ما بغاش يقول لنا، ولان نائبا في المعارضه سرب لنا ان هناك اجتماعا قامت القيام عليه انتقل الى سوس، الى المعقل السياسي والانتخابي العزيز اخنوش، باش يزيد يفجر التناقضات ويزيد الازمه الداخليه لعزيز اخنوش. لم يكتفي عبد الله بوانو بما قاله في مجلس النواب في وجه عزيز اخنوش، لم يكتفي، انتقل الى سوس، الى المعقل السياسي والانتخابي العزيز اخنوش، باش يزيد يفجر التناقض داخليا في علاقته مع المناضلين مع القيادات ديال الحزب، وداخليا وسط القاعده الاجتماعيه والانتخابيه ديالو. سمعوا مزيان اشنو قال عبد الله بوانو، ونعاودوا نرجعوا نناقشوا ماذا قال ودلالات ما يقال، وايضا الاثر ديال الكلام ديال بوانو. نسمعوا شنو قال. هما الكتابه صغار، وبغيتي تعرف الحقيقه، هما بعض المسؤولين اللي معاك كانوا حاضرين معاك هما مسؤولين عندك في الحزب ما متفقينش معاك، قطعوا الخبر وأكدوه. يعني قبل ما نفككوا شنو قالوا الرسائل ديال بوانو، غادي توقفوا عند القليعه، المكان اللي هضر فيه بوانو واللي تنظم فيه المهرجان الخطابي هي القليعه. القليعه الاخوه الكرام كلنا عارفين، كلنا عاقلين انها المدينه الوحيده في المغرب اللي اطلق فيها الرصاص على هامش او اثناء احتجاجات جيل زاد. وهذه القليعه واطلاق الرصاص هي القنبله رقم 1 اللي فجرها بوانو في وجه عزيز اخنوش، وخلاه يبان بداك الارتباك وديك التلفه وديك الدوخه في مجلس النواب. القليعه اللي كتقول لنا الروايه الرسميه ان واحد العدد من المحتجين هجموا على سريه الدرك، وبالتالي كان رد الفعل الطبيعي هو الدفاع عن المقر الامني والعسكري. وايضا الجمعيات الحقوقيه والاسر ديال الضحايا كيقولوا نريد معرفه الحقيقه كامله. الشاهد من كل هذا انها المدينه اللي عرفت اطلاق النار. في هذه البلاصه بالضبط مشى بوانو وثبت الكلام، يعني الكلام اللي قالوه هضره ثبته في الواقع في هذيك المدينه، واكبر منه بوانو زاد كلام اخر، كلام قاسي وقاسي جدا على اخنوش. الكلمه الاولى اللي قال الكسابه الصغار هما اللي هضروا معايا، الكسابه الصغار اخنوش هم ضحايا سياساتك الفلاحيه. الكسابه الصغار هما اللي كدوز عليهم الدكاكه ديال هاد الشيء ديال استيراد الاغنام، دعم الاستيراد، دعم الاعلاف، كل شيء كيشوفوه ولكن ما كيستافدوش منه. هاد الناس اللي بداو كينقارضوا بفعل السياسات ديال او المخططات ديال عزيز اخنوش من اللي جا بالمخطط الاخضر الى الجيل الاخضر. هاد الضحايا ديال سياساتك، هاد المربون الصغار ديال الاغنام، هادو هم الضحايا الاولون قبل المجتمع، هادو ضحاياك، ضحايا سياساتك يا اخنوش. المربون الصغار، الفلاحين الصغار، الكسابه الصغار، الضحايا ديال السياسه ديالك هما اللي قالوا لي او هما اللي دواو لي في ودنيا. كيزيد بوانو كيقول ليه ثانيا بغيتي تعرف الحقيقه شكون اللي هضر معايا؟ هضروا معايا المسؤولين ديالك في الحزب ديالك اللي خايفين اشنو كدير من اشنو كدير. مسؤولين ديالك، مسؤولين في الحزب ديالك اللي خايفين ورافضين اشنو كدير. بمعنى انك يا عزيز اخنوش ملي درتي داك الاجتماع وحرصت انك تحضر ليه واحد النوع من الاعلام اللي هو مرتبط بك وعندك معاه علاقات ومصالح، وحضرتي ليه رؤساء الغرف الفلاحيه، وحضرتي ليه كبار الفلاحين وكبار المنتجين وكبار المستوردين وكبار المصدرين، يعني حضرتي
علية القوم في النشاط الفلاحي الوطني، حضرتيهم وتكلمتي معهم، ولحدود اللحظة باقي ما عرفناش حنا كشعب ما الذي دار بين رئيس الحكومة وبين هذه النوعية من الفلاحين الكبار ورؤساء الغرف الفلاحية. باقي ما عرفناش، لأن رئيس الحكومة ما بغاش يقول لنا، ولأن نائبا في المعارضة سرب لنا أن هناك اجتماعا قامت القيامة عليه صحافة أخنوش، العطاشة ديال أخنوش، الطبارة ديال أخنوش، الزغراتة ديال أخنوش، النقافات ديالو خرجوا كيعايروا في هذا البرلماني. علاش؟ لأنه سرب لنا أن هناك اجتماعا وقع، وما قال لناش التفاصيل ديال هذا الاجتماع لأنه ما حاضرش، ولكن سرب أن هناك اجتماع وقع. هاد الناس هادو اللي حضروا الاجتماع ومن الحزب ديال أخنوش خايفين على البلاد من أخنوش، وهذه راه فكرة خطيرة جدا. هاد الناس اللي مرتبطين بأخنوش، اللي اقتصادهم ولا داير مع أخنوش، واللي الحزب ديال أخنوش وهما فيه أعضاء وقريضية فيه، هاد الناس هادو خايفين من السياسة أخنوش، خايفين من أشنو كيدير أخنوش، رافضين أشنو كيدير أخنوش. هاد كبار المنتجين عندهم أزمة ثقة مع أخنوش، هادو عندهم أزمة ثقة في أخنوش. هادو تكلموا وقالوا لنا، أو قالوا البوانو عفوا، لقد عقد اجتماع كذا وكذا. هناك أزمة ثقة داخل التجمع الوطني للأحرار، هناك ناس قيادات مسؤولين في الأحرار رافضين أشنو كيدير أخنوش، بمعنى أن هاد الناس هادو ولاد الناس، وأنهم رغم وجودهم في هذا الحزب ورغم وجودهم مع أخنوش فإنهم ما راضيينش بشنو كيدير. وهذا كيبين أنه راه هاد الأمة هذه فيه الخير، وأن التعميم اللي كنديروه فيه أخطاء، خصنا نراجعوا التعميمات. بمعنى أنه كاينين ولاد الناس واخا مع أخنوش، كاينين ولاد الأصل اللي رافضين هاد الشيء، وفين ما كيلقاو الفرصة ولا شي واحد أهل وكيتيقوا فيه راه كيقولوا ليه شنو جاري، بدليل أنهم تكلموا مع عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. هاد الناس رافضين أشنو كيدير أخنوش، رافضين ما يقوم به أخنوش. الكمالة الإخوان الوعورية هي ماذا بعد الكلام ديال عبد الله بوانو، ما يروج. أنا حاولت نتأكد من هذا الخبر، لكن لحدود اللحظة مازال ما وصلتش للصيغة ديال الوثوقية 100%، ولكن حاولت نتأكد، حاولت نسول، حاولت نعرف ماذا ترتب على الكلمة ديال عزيز أو عفوا ديال عبد الله بوانو في القليعة وفي الجنوب في هذه السيمانة ونهاية الأسبوع. ما تبادر إلى سمعي أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار قرر يفتح تحقيق داخلي لمعرفة من سرب الخبر. نعاود نقولها ونأكدها، لم يصل هذا الخبر إلى درجة أني متأكد منه 100%، ولذلك أقول يروج أنه فتح تحقيقا. هذا يروج أنه فتح تحقيقا شنو كيعني؟ كيعني أولا أن عزيز أخنوش هو الآمر الناهي في حزب التجمع الوطني الأحرار. هذا التحقيق المفترض كيعني أن عزيز أخنوش باقي هو اللي مسير حزب التجمع الوطني الأحرار. هذا التحقيق كيعني أن عزيز أخنوش هو الآمر الناهي الآن واليوم في حزب التجمع الوطني الأحرار، وأن شوكي مجرد واجهة لهذا العزيز. هذا واحد. جوج، فتح التحقيق يعني أن هناك أزمة ثقة داخل حزب التجمع الوطني الأحرار بين أخنوش وبين قياداته الحزبية، بين أخنوش وبين المسؤولين الكبار أو الشركاء الكبار ديالو في الحزب وفي القطاعات الفلاحية اللي جعلهم على رأسها. كاين أزمة ثقة كبيرة بين أخنوش وبين هؤلاء، بمعنى أن عزيز أخنوش عوض يحل المشكل زاد دار مشكل. المسألة الثالثة الإخوة الكرام،
أن عزيز أخنوش كيتيق في كلام بوانو، عزيز أخنوش يصدق بوانو، ولذلك مشى كيدير تحقيق بناء على هذه التصريحات. بمعنى الإخوة الكرام أنه بعيدا على ذلك الهجوم والبروباغندا ومحاولة التقليل من القيمة ومن القدر ومن المكانة ديال كلام بوانو، فإن عزيز أخنوش يوقن بصدق ما يقول ويثق فيما يقول، لدرجة أنه فتح تحقيقا أو قرر أن يفتح تحقيقا داخل الحزب، وداخل الحزب ماشي مع الأعضاء العاديين، مع القرايدية ديال الحزب. هذا كما نعاودها للمرة الثالثة، إذا صدق ما يروج أو ما تناهى إلى سمعي في انتظار نتحقق منه 100%. فالفكرة كاملة شنو هي؟ هو أنه هاد بوانو للنهار كامل وعزيز أخنوش كيهاجمو، يثق أخنوش ثقة عمياء في صدقه، يثق أخنوش فيما يقول، يثق أخنوش فيما ينقل من أخبار. وبطبيعة الحال مع هذه الواقعة الجديدة كيبان لنا أن عزيز أخنوش مسكين عوض يحل مشاكل داخل الحزب يفتعلها. وهنا كنجيو للنقطة ديال واش أخنوش يصلح لممارسة السياسة. شوف لو فيت ديال أن المعارض ديالك يقول عليك شي كلام ومن بعد تمشي تحقق في هذا الكلام، فهذا معناه أنك ما كديرش السياسة، ما كتفهمش السياسة، ما كتعرفش للسياسة، أنك واحد الإنسان فعلا عالة على السياسة. الجواب السياسي شيء، وهذا الشيء اللي دار أخنوش شيء آخر كيزيد. ما عادش نقول يعطينا الدلالة على أنه ما محتاجينش أخنوش، أخنوش صافي مواليه تخلصوا منه، مواليه قالوا سير ترتاح، ولكن كيبين إلى أي حد تبلينا في هذه البلاد بناس عاجزين عن فهم السياسة، عاجزين عن ممارسة السياسة كما يمارسها العالم. عندنا ناس مشكلتهم الوحيدة أنهم خاصهم الوجاهة وخاصهم لاكسي الفلوس فقط، خاصو لاكسي الفلوس لا أقل ولا أكثر. بينما بماذا سيصل إلى ذلك المال ما عندوش سؤال، أو أثر ذلك المال عليه، هل فاش غيجمع ديك الفلوس غتبان عليه، بمعنى غتبان عليه ماشي في الثروة، غتبان عليه في الموقع ديالو. رئيس حزب جمع الفلوس من الحكومة غيدير سلوكات كيبين أنه تطور ذكاؤه، تطور ذهنه، أنه كيلتقط، أنه كيفهم ولا لا. الحاصل أننا أمام رئيس حزب سابق ورئيس حزب حقيقي فعلي بالتخبية دابا كيقشعش، ما كيتطورش، ما كيفهمش، وأقصى ما يملكه أنه كيحرك الناس ديالو يصرفوا الغضب ديالو. حركوا الصحافة والإعلام، حاولوا يديروا الواقعة، بداوها ببن كيران ثم دازوا البوانو مع المؤسسات الأمنية والعسكرية في المغرب، ومن وراها حركوا البرلمان وحاولوا يعاقبوا بوانو، يخرجوا بيان ولا بلاغ يدينون بوانو باسم البرلمان، باغيين يديروا بوانو باسم البرلمان. وهذه نكتة وكارثة وفاضحة في السياسة وفي الأخلاق. كيفاش عبد الله بوانو تخاصم مع رئيس حزب سياسي مع رئيس حكومة، كيجي البرلمان وينوب عن الحكومة ويبغي يدير موقف من هذا الفاعل السياسي وهذا البرلماني، في حين أن الحكومة ما دواتش، في حين أن الحزب المعني ما دواش. كنحركوا البرلمان باش نسكتوا عبد الله بوانو، باش تفهموا إلى أي حد مورست السياسة وكتمارس السياسة بواحد المستوى من اللا عقل، واحد المستوى من العنف، الاندفاع، الغضب، ولكن بزيرو عقلنا، بزيرو سياسة، بزيرو فهم. يمارسون السياسة بالعنف المطلق، يمارسون السياسة بالتشهير المطلق، يمارسون السياسة بالتشويه المطلق، ولا يمارسون السياسة حتى ب1% من السياسة. إذن عبد الله بوانو سجل نقطة في البرلمان في الرباط ومشى للمعقل الانتخابي
لعزيز أخنوش وسجل فيه نقط أخرى، ومن ضمن هذه النقط أنه خالق مشكلة داخليه اليوم داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب من شكون وش ليه في ودنيه وشكون اللي كيدوي ليه في ودنيه وشكون اللي يهضر ليه في ودنيه. بوانو يمارس السياسة. إذن الإخوة الكرام، عبد الله بوانو سجل نقطة على أخنوش في الرباط، ثم هبط لسوس المحضن الانتخابي والاجتماعي الأخنوش، المعقل الاجتماعي والانتخابي الأخنوش، وسجل فيها نقاط. هذا من جهة يمارس السياسة بقواعدها بألف بائها، والآخرون بعيدون عن السياسة، يمارسون الوقيعة، يمارسون التشهير، يمارسون التشويه، يمارسون الشك في ذواتهم، التحقيق مع راسهم، ولكنهم أبدا ما كيمارسوا حتى 1% من السياسة. مسؤوليتنا، واجبنا ماشي نشوفوا ونلاحظوا ونحللوا، واجبنا أن نشارك لنغير هذا الوضع. إلى اليوم جبنا بوانو أو لا غادي نجيبوا بوانو، فغدا غنفتحوا المجال لناس في مستوى بوانو يمكن أفضل يجيو يعمروا هذه المؤسسات التشريعية ويعمروا البرلمان ويعمروا الأحزاب، وتولي عندنا نخب حقيقية صادقة معقولة كدير السياسة. وديك الساعة أكيد أن وضع المغرب ما غاديش يكون بحال هكا. إنها مسؤوليتنا ومسؤوليتكم. السلام عليكم.